الحقيقه اللي انت مش هتشوفها تقريبا في كل فيديوهات العقارات في دبي. لو مش معاك ميزانيه كافيه بلاش تشتري عقار في دبي. ما تخشش في حاجه هي اكبر من امكانياتك، لكن لو معاك مبالغ بسيطه انا اقدر اساعدك ان انت تشتري عقارات جاهزه ومؤجره وتدخل لك عائد من اول يوم وتقدر تبيعها بسهوله. لكن المفاجاه والسر فين؟ من يوم 21/5 ليوم 28/5 هيحصل اكتتاب على صندوق اسمه دبي ريت في سوق دبي المالي. دول عباره عن 20 مجمع سكني، اكتر من 35 الف وحده سكنيه وتجاريه مؤجرين وبيعيش فيهم اكتر من 140 الف نسمه. هتقدر تستثمر في الصندوق دوت ويدخل لك منه عوائد، والجميل ان هم ملزمين بتوزيع الارباح ومتوافق مع احكام وشروط الشريعه الاسلاميه. علشان كده دبي بتفتح شريحه لفئه كبيره من الناس الامكانيات الماليه بتاعتها مش متناسبه مع اسعار العقارات دلوقتي في سوق دبي، لكن بالفعل هم يقدروا يستثمروا في عقارات دبي عن طريق اتجاه تاني خالص، وهو صناديق دبي المغلقه او صناديق الاستثمار المغلقه. انا عارف ان فيديوهات دبي اغلبها برموتر مهمتها انها تبيع لك، لكن انا مهمتي ان انا انصحك تشتري ازاي وتشتري صح. سلام.